زي ما عودناكم في هابي دوك، بنحاول ونجتهد بفضل من ربنا ان احنا نوفر اشكال جديدة. وفرنا نسخة التي اي سي 9، ما شاء الله ممتازة. لون كده سبيشال، لون السيلفر، ملمسها جميل، نايلون بوليمر، خامة نضيفة قوي. لأول مرة أشوف قطعة تعجبني. فكرة إن الخزنة تبقى كمان شفط وترتيب، فدي حاجة جامدة الصراحة. في ناس بتعشق الموضوع ده. نيجي نشد دي كده، يبدأ يقلب الخرز. الجيلي الموجود في الخزنة خامة تصنيع نايلون بوليمر بالكامل، تقيلة وزنها تقيل في ايدي، قوية جدا، تضرب آلي وفردي، وفي نظام السيف. يعني كده آلي، كده فردي، كده امان خالص. بالنسبة بقى لعملائنا اللي بيحبوا يعني يشيكوا على طريقة التجميع وكده، النهاردة هنشرح في الفيديو ده ازاي نجمع القطعة دي وهي يعني هي متجمعة اهي، احنا هنفكها بقى ونجمعها تاني. تمام. ده الزرار بتاع الخزنة. خلاص، الخزنة بتيجي بالشكل ده، خزنة كهرباء. تمام. بنحط الخرز ازاي؟ بنشد الجزء ده لقدام. تمام. بتفتح معانا كده، بنبدأ نحط الخرز من المكان ده. بعد كده بنقفل. خلاص، بعد كده بنحط الخزنة كده. بس كده، مش عايزين حاجة تاني. معانا بقى البطارية، تبقى دايما هنا. بندوس على زرار الأمان ده ونشد البطارية. البطارية دي 7.4 ساعات تخزين كبيرة، تكفيك أكتر من ساعة لعب تقريبا. بتركب كده بالطريقة دي، كابس. ده زر الأمان بتاعها. فتعالى بقى نجرب كده النسخة الجميلة دي على الوحدة اللي قدام. الصوت جميل، أداء حلو. نجرب بقى نسيب شوية. ده كده الآلي. يعني نجرب الفردي. قوية. أداء واستقرار الخزنة ما شاء الله ممتاز.